السلام لا فامي، كي دايرين بخير؟ المهم الاخوان، اليوم معنا واحد الصديق من مدينة سلا بغى يبارطاجي معنا واحد القصه اللي دوزها على الهجره، وكانت واحد القصه اللي فريمون صعيبه بزاف وبغى يبارطاجيها معنا. كي داير خويا؟ مزيان لاباس عليك؟ الله يحفظك ليا. غتعاودينا ان شاء الله القصه ديالك ان شاء الله خير. هاد القصه ديالو كنعاودها ليا انايا وفيها بزاف ديال الحوايج الاخوان على هادشي ديال الهجره السريه، حيت اخوتي راه بنادم ديما ما يحطش لي ايجابي في عقله، ديما يدير ان شي واحد الحاجه طراك خايبه، الموت، المخاطر باش انك توصل لديك البلاصه اللي تحرق منها، الطريق اللي تلاقى معاه البوليس، الجندار، عسكر، تلاقى مع اي حاجه، يعني في اي لحظه انت مهدد بالخطر. بينك تعاود لينا داكشي اللي دوزتي من اطل الزيت حتى الزيت ان شاء الله. عاود لينا. المهم كنا دوزنا انا وواحد الصديق ديالي منذ الطفوله وانا تنعرفو، كنا دوزنا واحد البيريود ديال 5 سنين وحنايا تنديروا محاولات، فهمتي، في سلانيت تمشي تسمر على هاد الفلوكه، تمشي على هادي، مره ركبنا ما صدقاتش، خسر موطور. المهم ملي شفنا بدينا تنهضروا انا وياه، انا طايحه لي في عقلي ديك اللعيبه ديال الكاياك. ديما تنتفرج في فيديوهات، تنتفرج في فيديوهات، تنبقى نشوف الاخطاء اللي تيديروا عباد الله، داكشي اللي داروه مزيان، اللي وصلوا كتفرج في فيديوهات استفدتي نتايا لمده عامين وانا تنتفرج باش نعرف لي زيطاب باش ندوز من تما. صافي ملي قررنا، صافي وصلت لذاك الموعد اللي درت فيه انا والصديق ديالي باش نمشيو لطنجه. صافي صار كبير ولا طنجه؟ دابا حنا مشينا، المهم شرينا بعد الماتريال ديالنا من حي الرياض، دوزنا به في سلا، ترينينا به شي 3 المرات ولا 4 المرات، موراها صافي شدينا التران ديريكت لطنجه، كرينا في واحد لوطيل، عزين معكم ماتريال ديالنا، معنا ماتريال كلشي ديالنا، مشينا لطنجه، جلسنا، حطينا ماتريال وبدينا تنقلبوا على البحوره اللي زعما هما اللي يكونوا من تخرجوا منهم اقل ضرر يكون في ديك البحوره. مشينا تنبقاو غاديين على رجلينا من هذا البحر لهذا البحر، قلت قريبا تنبقاو غاديين من طنجه للقصر الصغيره، ياك عباء على رجلي. شحال ريحتوا في طنجه؟ 12 يوم. 12 يوم في شي نهار دار ولا في شي اوتيل ولا فاش غير؟ في الاوتيل. ياك المهم في نهار 12 فين حرقنا. المهم بدينا تنقلبوا تنسمروا على العسكر وقتاش يجيو وقتاش يمشيو، ولينا تنعرفوا هاد البلاصه هادي وقتاش تكون خاويه وقتاش تكون عامره. المهم صافي درنا النهار اللي غنحركوا فيه، شفتوا البحر واش مكالمين؟ شفنا البحر، لقينا الخرجه هي هذيك، كانت شي 0.1 ولا مع 0.2، صافي صدمنا انا والعشيره نخرجوا. وصلنا لديك البلاصه اللي حنايا دانا واحد الطاكسي، خديناه كورسه، قلنا له باننا حنا راه غاديين عند واحد العائله وكذا وهادي، باش ما يريطناش نيت مع البوليس. دزنا من ديك لي باراج الجندار من البوليس، المهم داز داكشي بامان وخا، راه داكشي راه ستريس، ما يسهلش بنادم داكشي اخوتي صراحه، داكشي راه صعيب، راه ما يحس به غير اللي مدوزو، اللي زعما اللي تيتفرج شي واحد فايت دوز هاد التجربه يحس بها. المهم مشينا لديك البلاصه، باش توصل لديك البلاصه اللي تجلس فيها باش تسمر على ديك الوقيته حتى يطيح الظلام باش تخرج. راه فشي اخي اسامه، راه ما وصلنا تغفرنا ربي الذنوب، راه كنت تمشي وما كان عندك فين تخبى، يعني يشوف كاين شي عسكره من البعيد مشى لك كلشي، كاع ديك الفلوس اللي جمعتي وديك التفكير اللي فكرتي ضربوا لك هو في الزيرو. صافي مشينا بقينا تنهضروا وتنتوكلوا على الله. الوالده ديالك الوالدين اش تقول؟ راه مشينا مشيت قلتيها لي ولا ما قلتهاش لي؟ قلتها للدار اخي، ما يمكنش ما تقولهاش. شنو كانت ردة الفعل ديالها؟ خي انا نكذب عليك، ما عمرني شفت بوب كتبكى عليه، تبوريش ديك الساعه صافي حتى انت راه ضروري غتبكي، راه انت بنادم. الوالدين اخي وحق الله، واللي عنده شي والدين يتهلا فيهم. المهم وصلنا خاي لديك البلاصه، جلسنا، بقينا انا والعشير ديالي من 7 العشيه حتى الوحده الا ربع الليل بالضبط، الوحده و47 دقيقه. شديت يدي في يدي بحال هكا، قلت له خاي السعيد لمتنا مسامحين ويا لا نشقوا طريقنا ان شاء الله يكون الخير. هزينا الكاياك، فختوا الكاياك ديالك؟ نفخناه، نفخناه وقردناه، والله الا مقردين اخاي اسامه، ما يشوفوكمش مقردين وتنديروا بحال هكا، وتيدوز من حداك عسكري هو والبول. شحال المده باش نفختوا الكاياك؟ راه شي نص ساعه. نتوما كتنفخوا شي نص ساعه وحنا تنفخوا تنقول ما بغيناش نفخوا واقفين ولا ندير بالجهد، حيت تسمع الصوت، حيت حنا حدانا هنا عسكري وفوق منا عسكري وعلى اليمين عسكري. دابا دايرين حنا بجبل، وكل بلاصه في الجبل فيها عسكري، وتخيل معايا العسكر تيدوز بحداك هكا بجوج كلاب، تيدوز غتشوفوا هكا حداك اخي اسامه. وربي الحمد لله عمادك الناس وصلنا لديك البلاصه، خرجنا توكلنا على الله، ضربنا شي 3 السوايع ونص ديال الطريق ولا 4 السوايع الله رب. لبستوا حويجات ديالكم؟ صافي كنا واجدين، الماكله ديالكم، الجي بي اس، التمر، الحمص، الماء، كل شيء كاين. صافي تعولنا، شدينا الطريق، ضربنا
قلت لك 4 السوايع الضارب ديال الطريق غادي وتنشوف انا مورايا في المغرب تنشوفو غادي وتيبعد وحق الله واخا الخلعه اقسم بالله ما كذب عليك خي اسامه والطعيمه اللي مشاركين لما تنبقى نشوف تندور تنضحك واحد الضحكه ديال واخا تخيل معايا انا موجه تتهزني وتعاود تحطني حيت داكشي اللي شفنا في التليفون ماشي هو اللي لقينا لداخل صح يعني بنادم ما يمشيش اخوتي هكاك شي نصيحه للدراري نصيحه لاي واحد داير في عقلو هذا الشيء هذا يحط في راسو يا غيموت يا غيتشد يا غيوصل لتما هادو ثلاثه ديال الحوايج اللي يمكن يطراو لك شي حاجه اخرى راه ما كايناش زيد كمل لينا مني خرجتو 3 السوايع ديال 3 السوايع صافي بقيت غادي تندور تنشوف تنضحك وحق الله وديك المناره الصبليون باقا بين عيني تبقى تضرب لي هكا تدوز وتعاود الدور وتعاود تضرب لي في عيني تنمشي تندور وجهي فحال هكا تنضرب تنقول للعشيري سير اخي السعيد على الله الله كبار اللهم يسير وتنتخيل معاه تنضحكوا صاحبي تنضحكوا وتندعيو قلت لي فرحان باغي تخرج من هذا المغرب وصلنا لديك البلاصه صافي قربنا تدير فحال هكا شفت اليمين تتبان لي واحد شي لعيبه كحله كبيره جايه في الظلام اش كتلقى ضربوا عنا البيل لقينا ديك لامارين المغربيه ناري الله يرحم لهم الوالدين داروا المزيان ردونا للبلاد صافي شدونا صراحه ما تعداو علينا خايمه والو صافي طلعونا ما قاصوناش كاع هضروا معنا غير زوين عطاونا مانط فاش نتلواو عندك شي فيديو كنت وريتيني واحد المقطع كنت وريتك واحد الفيديو دابا نعطيه لك وريه لي صافي خلينا انا نعطيه لك وندخلوا في المونتاج صافي شدونا طلعونا للكاياك عطاونا باش نتغطاو غير واحد حاجه وحده اللي داروها خايبه صراحه حنا شدونا مع 4 الصباح بحال هكا كل 4 ونص خلونا من 4 ونص حتى 9 الصباح شنو ردة الفعل ديالك ملي شدوك اقسم بالله اخي اسامه ما نكذب عليك شنو الحوار اللي كان مع لامارين مع لامارين اول حاجه شافونا قال لنا ربط ديك الكاياك اش قال لك ربط ديك الكاياك قلنا له الله يرحم لك الوالدين احنا ضربنا الطريق قال لنا ربط ديك الكاياك اصاحبي بقينا تنزيدو نرغبوا فيه هو يقول لنا واحد الكلمه صافي سب يعني ما نحتاجوش نقولوا راه كاين ناس محترمين تيتفرجوا فينا قلنا ربط ديك الكاياك مشات صافي شاد دير ديك اللحظه انت وسط البحر ما عندكش شي موطور باش تهرب ولا بقيت واقف جالس بلاصتي من واقف جالس بلاصتي تنشوف لقيت راسي صافي حطيت ديك الجدافه وبقيت تنشوف ربط الدري صاحبي الكاياك طلعنا صافي طلعنا بقينا تنهضر معاه تنقول الله يسهل عليك وانت خليني نتلاح عندي جيل خليني نتلاح انا نعرف كيفاش نسلك راسي انا نوصل نفوتي المياه صيفط لاسبانيا غايجيو عندك فين ما كنتي والو تيقول لك لا حنا ترونديتي كدا هادي وبس زاد عاوتاني تما فين زدت بكيت زدت حقدتي زدت حقدت وبكيت تما فين الدمعه خرجات وتخيل تنغوت وسط البحر اخي اسامه تنقول له حشومه عليك وتنغوت تنقول له لا خليني نكمل شحال كانت وقعت لكم باش تدخل المياه الدوليه 10 دقائق ناري راه قال لنا هو دابا هادشي باش 10 دقائق على المياه الدوليه دابا هادشي باش زاد بورشني وباش زاد حقدني اكثر دخلني لداخل فين تيكون هو تيسوق وراني ديك بوصال ولا شنو الرادار ديالهم والخطوط ديال المياه قال لي شاد الخط هذا الاحمر ديال المغرب قلت له قال لي شاد الخط الخضر ديال المياه قال لي فين حنا الوسط ديالو بقى لنا والو نخرجوا على المياه الدوليه ويقول لي شي كون في 12 دقائق بهاد الكلمه ما يمكنش يدخل عندنا لا كذبت عليكم اخوتي ما نوصل لدارنا الله يحفظ اخويا قال لنا بهاد الكلمه قال لنا كون ضربتوك كون زدتوا 10 دقائق والله ما نتصرفوا عليكم بهاد الكلمه هادي كون كاع ما تصرفنا عليكم وني سولنا بقى تيقول لنا واش اول مره هادي قلنا اول مره نضرب بالكاياك ويقول لنا في اخباركم راه وليتي ضرب اول مره راه ما تيوصلش سلمه راه صعيب راه بنادم راه تيتشد في الطريق صافي وشدونا داونا لواحد الكار ديال الترحيل بقينا فيه لمده 24 ساعه قول من ما اداوكمش بعدا شوف لا جوندارم لا عسكر لا بوليس لا اي واحد صراحه تحت فيهم ما حط علينا صبعو داروا معنا غير زوين وتسخروا لك باش تاكل وباش تاخذ الكارو ديالك اللي بغيتي اي حاجه تيجيبها لك منين ما كان لقينا اولاد الناس صراحه ونصيحه اخيره للشباب صراحه لاي واحد من رجعتي للدار بعدا شوف رجعتي شنو لقيتي لوالديك لقيت الوالده اول كلمه قال اول كلمه على سلامتك اولدي على سلامتك كنا رجعتي كتبكي مسكين تبكي راه شنو نقول لك اخي اسامه بوليش يا خويا حق الرب حق الله راه تبقى تفكر ديك الوالدين اللي خليتيهم في ديك الوضع وداك الشيء ولكن تشوف انت في نفس الوقت ما راغبش في البلاد واخا حنايا باغي انت باش تحسن الوضعيه ديالك اخويا وتصوفي الوالده تصوفي وكتعيا تشوف البلاد ما باغاش تعطيك وانت كتبغي المغرب وتتشوف وتتقاتل في الاخر كتلقى راسك اللي صورتيه اليوم تتساليه اليوم كاين اخويا غتبقى بحال كتبيض في بلاصتك بحال غادي كونتر كورال بحال هكا نصيحه بعدا لاي واحد انت شوف المهمه ديالو ما يخليهاش واللي عنده شي مهمته يتهلا فيها وهادشي ديال الحريق ماشي اي واحد يدخل ليه
زعما تقول زعما راه هادشي ساهل نمشيو راه حياتك فيها، يمكن لك تموت، يمكن لك تشد تغرق، ياكلك الحوت. الوالدين هما اللي تيبقاو في هذا الشيء هذا. وحنا كتجربه من عندي بعدا هذا الشيء اخوتي راه ما فيهش الايجابيات. راه وصلتي راه غيتحلوا لك بيبان اخرين وغتخدم وغدير كلشي ويتقادوا لك وريقاتك وما تعرف ربي يسالك تولي من احسن الناس. واللي ديما دير في عقلك تموت في البحر وتكوي عليك هي والديك ما يلقاو لك لا دات لا لعبه حتى باش يدفنوك ما يلقاو. وهذا هو الميساج اللي نقول للشباب، والله يسمح لنا من الوالدين. اللهم امين اخويا. كيف ما شفتوا الاخوان القصه كنتمنوا تاخذوها بعين الاعتبار. راه هادشي كامل غير الوالدين هما اللي كيتضروا بزاف. والله يسمح لنا من الوالدين، وتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. ديما جيش الملك.